إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، والحق يرعاكم الله اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنت الحق وقولك الحق. اعلم رحمك الله أن الحق نقيض الباطل، والحق ما لا يسع إنكاره. فالحق يرعاكم الله الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العليا، ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق أسمائه وصفاته، وحق في ذاته سبحانه وتعالى. اعلم وفقك الله أن الحق هو الموافقة والمطابقة، يجب قبوله لأن ما عداه باطل. قال سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والحق يقبله العقل والقلب، وهذا واجب شرعا، فالدين الإسلامي حق. قال سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اعلم يرعاك الله أن الحق كلمة تطلق على عدة معان كما ورد في القرآن، منها ما جاء في معانيها وقصدها هو القرآن الكريم، وهذا حق. قال سبحانه وتعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. وقوله سبحانه وتعالى: حتى جاءهم الحق. وجاء الحق بمعان عدة، منها بقصد الإسلام، فالإسلام حق. قال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق. وقال سبحانه وتعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. وجاء بقصد العدل، وهذا معنى جاء في قوله سبحانه وتعالى: فاحكم بيننا بالحق. فالحق كلمة أتت بمعان وقصد شرعي، منها التوحيد. قال سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. وجاء بقصد الصدق. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وجاء بقصد العذاب ووجوبه على من استحق. قال سبحانه وتعالى: ولكن حق القول مني. وجاء بقصد النصيب. قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وجاء الحق بقصد البيان والإيضاح. قال سبحانه وتعالى: قالوا الآن جئت بالحق. وجاء بقصد الإنجاز. وقال سبحانه وتعالى: وعدا عليه حقا. يقول السعدي رحمه الله: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، قال سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والمعنى يا رعاك الله، اسمع، أن القلب الذي ينقاد إلى الحق فهو موفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى الحق حقا ويتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن المؤمن عند الحق يقف، لا قبلية ولا نزعة ولا تنازل. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من هذا الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.